ايه ده؟ نور اخويا الجزمه شكله رسم عليا تاني وانا نايمه. ماشي يا نور، ان ما جيت ورسمت على وشك كله ما يبقاش اسمي اسراء. ايه ده؟ هي الارقام دي ما بتتمسحش ليه؟ يا نور انت كتبت على رقبتي بايه؟ الارقام مش راضيه تتمسح. انا ما كتبتش عليكي حاجه، ايه الهبل ده؟ بطل كدب يلا مناخيرك كبرت من كتر الكدب. والله ما انا اللي كتبت الارقام دي، حتى بصي انا كمان مكتوب على رقبتي ارقام. ايوه فعلا الرقم ده مش رسمه يا اسراء. ماما اخيرا هقول لكم الحقيقه اللي انا خبيتها عليكم طول السنين دي. حقيقه ايه؟ كل واحد في المدينه بتاعتنا اخد رقم مختلف. ايوه صح، انت كمان في على رقبتك رقم. بس ايه فايده الارقام دي؟ كل واحد فينا النهارده هيظهر له 3 ارقام ولازم يختار واحد منها. وصاحب الرقم ده بقى هيحصل له ايه؟ للاسف هيموت. يعني انا ممكن اختار رقم عشوائي ويكون رقم حد بحبه واكون انا اللي موته؟ ايوه للاسف. علشان كده في حاجه مهمه جدا لازم تعمليها. ايه هي؟ لازم يا اسراء لازم تغطي الرقم اللي على رقبتك ده. لا طبعا يا ماما مش هغطيه، انا هخليه باين عشان الناس تعرف انه ده رقمي وما تختارهوش. بس برضو ممكن الناس اللي بتكرهك تعرف رقمك وتختاره عشان تخلص منك. ايوه صح، حاضر هغطيه. ماما نور لازم تدوني ارقامكم عشان لما الارقام تظهر لي ما اختارش رقم حد فيكم بالغلط. انا 29 44 وانا 3885 وانا 1998. ما تنسوش. اسراء هو انت مخبيه رقمك ليه؟ عشان محدش يختاره ياسمين، وانت كمان لازم تخبي رقمك، انت صاحبتي الوحيده. خدي انا جايبه معايا لزق احتياطي. اختاري رقم تخلصي منه. انا لازم اتاكد الاول ان انا ما اختارش ولا رقم ماما ولا ياسمين ولا نور. 2944 3885 5772. الحمد لله ما جاليش ولا رقم فيهم. اختار بقى اي رقم فيهم. سلمى هو انت جالك رقم ايه؟ 6522 و9438 و1998. اخر رقم ده مش غريب عليا. يا لهوي ده رقمي.